في مؤتمره الصحفي أطل وزير الخارجية السوري وليد المعلم مدعما بشريط مصور لمن قال أنهم مسلحون. رواية المعلم لم تصمت طويلا، خصوصا وأن الصور التي تحدث عنها والأشخاص الذين قال إنهم إرهابيون هم أحياء يرزقون، لكن في لبنان، وتحديدا في منطقة التبانة وبحوزتهم النسخة الأصلية لفيلم المعلم المركب. هيدا وسيم، هيدا وسيم وهيدا أنا. أيوة الشيخ مازن بالتباني. وهذا هيدا الشباب يا سيدي في عنا قضية. هيدا أبو عمار. وفي الصورة الفيلم الذي بثه المعلم والفيلم الذي صور أصلا في منطقة التبانة في العام 2008 في الأحداث التي وقعت بين باب التبانة وجبل محسن في لبنان. ولمزيد من التأكيد تحدث إرهابيو المعلم ليظهر وبوضوح أنهم لبنانيون يعيشون حياة طبيعية. طبعا نحن موجودين، وحتى المنطقة اللي تصورت موجودين، بنصور بكرة إن شاء الله، بنصور صاي باب التبانة موجودة إن شاء الله تعالى. بكرة إجا أتيتم بننزل لتحت وبنصور كل شيء، وحتى مذكورة مدرسة اللقمان باللفظ بالملولة، يعني الكلام موجود وله 5 شهور ببث فيها ونحن ساكتين نقول معلش، بس اليوم كبرت. هيدي الصور من سنة 2008 تقريبا، وتعتادوا علينا جبل محسن، فأنا لندافع عن المنطقة لا أكثر ولا أقل، والشباب حبوا يصوروا حولهم للذكرى، وهالشعب كله شاهد على هالكلام، والنظام اللبناني كمان معه خبر هذا الأمر، وصار لهم 5 شهور بيعرضوا الأمر على تلفزيون الدنيا. القطع الذي عرضها في سوريا وادعى بأنها في جسر الشغور، ونحن هول 5 كنا، فهذه معارك سنة 2008، والكل بيعرف، حتى النظام اللبناني بيعرف انه هاي المقاطع هي في باب التبانة، والاماكن كلها موجوده يلي ادعى وعرضها في جسر الشغور وبحمص كمان. نحن هون بالتبانة وشرعنا العرب مثل ما قول الشباب، ونحن لبنانية هون بالتبانة. انا بدي اقول شغله للنظام السوري، انا موجود بباب التبانة، اهلي بباب التبانة، بيتي بباب التبانة، شغلي بباب التبانة، ما بحياتي شفت سوريا ولا رحت على سوريا ولا بعرف شو هي سوريا. ليس هذا وحسب، فالمعلم عرض أيضا صورا لجثة مدرجة بالدماء في جسر الشغور، ولأن ذاكرة اللبنانيين ليست قصيرة فإن هذه الصور هي للمصري الذي ارتكب جريمة في كترماية وانتقم منه الأهالي. إن كان المعلم يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر. والخلاصة أن الإعلام الذي اعتبره النظام السوري أداة إثبات لادعاءاته أوقعه في الخطأ، وكشف حقيقة تلاعب النظام السوري بالحقائق خدمة لبقائه، وإن على حساب الحقيقة وعلى حساب دماء السوريين.